الحطام السيدة زكاء خطيب والآنسة صابرين ذياب، المرشدات روح حمود، شادي حمود، ومي حمدان، أمان إدريس. أيها الحفل الكريم، مساءكم بخير. ويقول الشاعر المتنبي: إذا غمرت في شرف مروم فلا تطمع بما دون النجوم. ليس للطموح سقف ولا مستحيل تحت الشمس، أما النجاح فهو عطر لا بل أجمل العطور، والإرادة سر من أسرار النجاح، وهي سيف يصدئه الإهمال وتشحذه الهمة والنشاط. ولهذا أتينا وخطونا بمشروعنا هذا كيدز أكاديمي. أتينا لنحقق وإياكم أيها الأهل أهدافا لا أمنيات، أعمالا لا أحلام، فالنجاحات لا تحقق بالتمني بل بالعمل والإرادة. الأهل الكرام، حضوركم لطف يحيي أفئدتنا ببسمة شاكرة وروح ذاكرة. بوركتم، بورك تعاونكم معنا ودعمكم لنا. أتيتم أهلا ووطئتم سهلا. الشكر الجزيل والامتنان العظيم للمديرين الأعزاء الذين شهدنا عطاءهم وارتشفنا من حسن تعاونهم وكرم دعمهم، محاولين معا تحقيق أهدافنا والرقي بها. فشكرا لكم، شكرا لكم لأنكم كنتم خير ملاذ لنا. شكرا لمؤازرتكم وعطائكم. شكرا لأنكم منحتمونا الثقة، آملين أن تبقوا سراجا من العلم لا يطفأ ونبعا من العطاء لا ينضب. وطبعا المندوب عن كل المديرين الأستاذ زرقاوي، إذا كنت تود أن تلقي بكلمة قصيرة فتتفضل. كمدراء احنا مش تخوف الا عدم وضوح بالنسبه لهذه الفكره. قعدنا سمعنا طبعا كان في بدايه في كل المدارس كيف اعطونا فكره عن كيدز اكاديمي، بين انه شيء كثير ممكن ينمي قدرات الطلاب. فالمدراء الثلاثه احتضننا هذه الفكره، والصراحه كنت انا اواكب كل اسبوع بكون مع اولادنا في المدرسه، وحسيت اهم شيء قديش بيشتغلوا على تنميه الطفل او التلميذ اجتماعيا قبل ما يكون في مجال التربيه. فالاهم شيء انه ننمي الطفل من ناحيه حسيه اجتماعيه ونعزز ثقه الطفل في نفسه. فكان هي اهم شغله الدكتور قلت له انه هي المدرسه انه الولد يحس اكثر بامان ويعرف شو معنى الجامعه. والرحلات اللي على الجامعه كانت كثير بعد ما اخذت طبعا تغذيه ممتده للطلاب ومن الاهالي، فحسينا قديش الفكره ناجحه. فانا بهي المنصه بدي اقول لكم يعطيكم الف عافيه وكل عام بخير، وعن جد مشروع ناجح والى الامام. شكرا. دكتوره لينا هي مش بس عريفه الحفل، دكتوره لينا هي مدير برنامج كيدز اكاديمي اللي مسؤوله عن كل ما يتعلق في الدروس في الدورات الموجوده وبالزيارات الاكاديميه، وانا بشكرها باسمكم على التفاني اللي عم تعملوا. شكرا لك دكتوره لينا. انا طبعا زي ما انتم ملاحظين اللغات العربيه اكيد استاذ الظاهر، يعني ما بقدركوش اللغه لا انت ولا الدكتوره لينا، يعني انتم سباقين. فبدي احاول لا اطيل عليكم، ولكن احاول ان اعقب على ويعني اشدد على حكى الاستاذ الظاهر بخصوص كيدز اكاديمي. لما اجينا على مجد الكروم زي ما اجينا على 55 بلد، واحنا السنه الجاي راح يكون في حوالي 105 بلاد. صرنا موجودين في المدارس هاي الجديده، عم نعمل خطه السنه الجاي، لانه احنا نفسنا ما صدقنا او ما امنا انه المشروع راح ياخذ صدى بالقرى العربيه المختلفه قد ما هو موجود. وهذا بعود لكثير شغلات. اول شغله
احتضاننا، وهي بذكر عليها بذكر فيها منيح. لو المدارس ما فتحوش بوابه لكيدز اكاديمي ما كانتش كيدز اكاديمي موجودين بمجد كروم وبباقي المحلات، مع انه في كثير محلات احنا موجودين في المدارس بس مدراء المدارس بواجهونا، بيسالونا، بيسالونا كثير اسئله وبدقرونا على كثير شغلات، بس كل ما يدقرونا على شغله زياده كل ما نحس انه احنا بدنا نشتغل اكثر، بدنا نجهد اكثر، بدنا نحاول نعمل شيء جديد اللي ما كانش موجود. وهي فكره كيدز اكاديمي. فكره كيدز اكاديمي هي مش دوره، واللي منكم اهالينا الاعزاء فكر انه احنا جايين بكيدز اكاديمي عشان نعمل كمان دوره رياضيات تعزيزيه او دوره انجليزي تعزيزيه، مش احنا العنوان. وعن جد مش احنا العنوان، لانه في كثير مؤسسات وشركات اللي بتعمل كثير دورات منيحه وبيشتغلوا شغل منيح على فكره، بس احنا مش عشان هيك جايين. ولازم موجودين بكيدز اكاديمي. بدي ارجع اوضحها. هي حكى عن الدكتور مهاب اللي انا بحييه عبر هاي المنصه لاسباب ما قدرش يكون معنا. الفكره حكيناها كيدز اكاديمي هي فكره بسيطه جدا، تطبيقها كثير صعب استاذ نزار، كثير صعب. وبعد فكروا انه الشغله هيك عم تمشي، لانه بدك تجيب طلاب وتعمل دوره انجليزي ودوره رياضيات وتحطها مرشد يلا علميهم، هي على فكره هي شغله مش سهله، بس مش هاي العمليات. وعشان هيك حتى السنه الجاي كل دورات كيدز اكاديمي تبعون الصف الرابع تقريبا راح يتغيروا، ما عدا دوره واحده، ما عدا شغله واحده اللي ذكرتها الاستاذ نزار اللي هي تعزيز شخصيه الولد. وكيدز اكاديمي عمليا هو برنامج، هي فكره اللي وظيفتها تعمل شغله واحده بسيطه، انه تدور للطفل من صف الرابع جامعه بطريقه الانفوزيا. شو بسموه بالعربي استاذ نزار؟ الانفوزيا. هاي الانفوزيا بالعربي، كيف عارفين عربي؟ لما نقولش حرف السكه بالعربي، الانفوزيا النقطه نقطه 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 نقطه. وبنساش ابن طالب صف رابع من المجد احنا موجودين فيها اليوم، واحنا موجودين في الجامعه العبريه. بسال كنا في المكتبه الوطنيه اللي فيها 25 مليون كتاب، محل اللي كنا فيه لا كانوا فيه القدس فيه 25 مليون كتاب كانوا جوا. ولد من اولادنا كيدز اكاديمي اللي انا بحب كثير سأل سؤال هناك في المكتبه، المسؤول عن المكتبه بعدين بتقول لي المسؤولة بتقول لي على الله تجيبوا لنا كميه اولاد من هذول الاولاد اللي عم بيسالوه كيف بيسالوا. اولا، ثانيا في قسم من الموجود في المكتبه اللي هو بيسموه الجاليريا المعرض، صبايا شباب كيدز اكاديمي والفيتراج. تعرفوا الفيتراج ويكونوا قاعدين في الفيتراج ساعه وساعه بمروا عليها باحثين بيقروا حد وبيحكي. قاعد بشرح لنا عن الفيتراج لانه بالصف بالذات ما كانش في مرشد عربي اللي تقدر تشرح لنا اللي موجود، فقعدت اشرح عن الفيتراج. قعدوا طلابنا من مجلس يوم وكمان كانوا غلطان كمان مدرسين ساكتين عم بيسمعوا. بعد ما خلصت اجوا كمان فرقه معانا اللي كانوا في محل ثاني، يعني بدل الفرق بنفس المكتبه. خلصت بعد ما اجت 4 ساعات اجى علي واحد بروفيسور يهودي بعرفه الشيخ، بعدين ما عرف حاله، طلع بفهم عربي، بقول لي بوريكم عن اللي بتعملوه وعلى الله طلاب اليهود يتعلموا منكم يكونوا في هاي الاداب والاخلاق. وهاي شغله برجع في اول لكم كاهالي، برجع للمدرسه اللي بعتوها، وطبعا متابعتكم كاهل كمدرسه. هذا هو الشيء الاساسي اللي انا بهمني يكون بكيدز اكاديمي. احنا ما بدنا نكون في محل اللي جايين نعمل بضاعه ونروح، ولا
جايين نعلم اولاد الشباب ولا نعلم اولاد كيف يحجوا حرف الانجليزي. جايين احنا بالاساس بدنا نحاول نعمل شغله مشتركه مع المدراء ومع الاهل ومع ابراهيم مركز الثقافي اللي هو بالصدفه ابراهيم انا اول اخر مره شفت ابراهيم قبل نفضح ابراهيم قبل 20 سنه. انا ابراهيم كنا ساكنين في نفس الاوضه، ابراهيم خلايلي يمكن 5 سنين، غلبني كلمتين غلبني بس حسيت بس هذا شكله هذا ابراهيم هدي سكننا انا وياه 5 سنين مع بعض ولا ابراهيم نفس الوقت الجامعه العلميه وكان عقله من اعز اصدقائي. فانا مبسوط جدا انه اكون بناكم هون عشان اعلمكم انه كيدز اكاديمي اجت عشان تبقى. اجت عشان تبقى مش عشان نعلم الدوري الانجليزي ولا غيره، عشان نعمل شغله واحده اشرف وطن. نمهد للاولاد زي الخيزران، مسموح اشرح احكيها هاي؟ اشرف وطن بحب يذكر انه كيدز اكاديمي زي فكره كيدز اكاديمي زي الخيزران. الخيزران بسموه بامبو بالياباني، نبته بزرعوها جنب النهر. هاي النبته بسوها بتاخذ كميه هائله من المي، بس كل سنه بتكبر 10 سم. اول 5 سنين باول 5 سنين كل سنه بتكبر 10 سم. من السنه الخامسه فوق بتصير تكبر كل سنه 2 و3 كره. وهي فكره كيدز اكاديمي. هيك يمكن على الاولاد ما تحس شغلات، يمكن كثير اولاد ما تحسوا عليهم تغيير، ممكن ما تحسوش في تغيير، بس اللي عم نعمله هو عم نعمل شغلات اللي تدور عند الولد بتعزيز شخصيته، بكل التوجه تبعه على الجامعه، وبتغيير التفكير المربع، يفكر خارج الصندوق. هذه هي كل فكره كيدز اكاديمي، ولا اكثر ولا اقل. وانا بدي اقول شغله واحده اخيره عشان انا ما اطولش تشكل عشان تطلع المنصه، انه احنا بنحب نكمل بهذا العطاء بشغف، انه نكمل بقضيه التفكير انه احنا الاهل بهمنا ابننا يكون زي الخيزران وبس. وشكرا لكم. لا يناقش العقل الواعي، العقل اللاواعي لا يناقش. شو بقول له العقل الواعي بيصدق، سلبا او ايجابا، سلبا او ايجابا. كمان البني ادم اللي بيمزح مع حاله مزح، انا فيش لي شانس بالحياه، انا من يومي اعد لك هذا العقل اللاواعي بيصدق. تطلع لبرا سيارة مبانشري، توصل بيجيك تليفون بكره في دفعه كبيره نسيها، يوم الاثنين بتبلش الحسوي طبعا من البنك، طاج شكوكي، ما انت عم بتقول لحالك من يومي فيش لي حظ. العقل اللاواعي بيصدق، بصير يجيب لك الاحداث. بس راح اثبتها علميا، مش راح اقول نظريات. انا بدي اثبت لك انه حتى لما بتمزح مع ذاتك بتنكت، العقل اللاواعي اعد لك لا يناقش. العقل اللاواعي لا يميز بين الواقع والكذب. ايش بتقول بيصدق. نعمل اول تجربه اثبت لكم هذا الكلام عشان نكمل المحاضره، بركي عم بتهبل. بدي اعمل تجربه مع كل الاولاد ومعاكم مع الاهل. راح نحكي هسه بمستوى العقل الواعي، منيح؟ راح نكذب على العقل اللاواعي وراح اخليه يتصرف وكانه الشيء اللي عم نقوله صحيح. بس تفهموا علي. بذكركم العقل الواعي مسؤول على اللاواعي، مسؤول عن العقل الباطن، بصير اهون كمان عشان ما جننكوش. العقل الباطن مسؤول على دقات قلبك، الدم، كل شيء دخلوا باعضاء الجسم، كل شيء. هذا العقل اللاواعي. اذا وحده لسه قاعده بالمحاضره ايدها هون بترعاها وهي مركزه بالمحاضره، خلص لحاله العقل اللاواعي بيعالج الامور، بيعمل هيك كمل محاضره. فيش حدا بصير يفكر بالموضوع. ارفع ايدك الشمال، جيبها على ايدك اليمين، حط 4 لحظه استاذ، حط 4 مرات هيك مرتين، فيش حدا بيعملها. هذا شيء بصير لحاله. طيب تعال نشوف اول تجربه. شو نسوي؟ بدنا نحكي بمستوى العقل الواعي، نكذب على العقل اللاواعي ونخليه يتصرف وكانه له شيء حقيقي. جاهزين نعمل التجربه الاولى؟ يلا. كل الطلاب، كل الاهل تخيلوا هون هيك خيال، كل الخيال لعبه على بعد 30 سم من جسمكم في طاوله. العبوا معي اللعبه، الكل يتخيل في طاوله، بس دلوقتي الطاولات يخبطوا بعض، زيحي طاولتك شوي. ايوه حلو رائع. هات نشوف بدها نزرقها. هلا انا معلش
معلش شوي سريع. فتخيلوا استاذ انا عم بوزع لكل ام لكل اب لكل طفل لكل طفله حبه ليمون طازه. تفضلي خلوها على الطاوله بس شوي. ايوه خلوها على الطاوله. بلشنا دقيقه خلوها على الطاوله. حلو. الكل اخذ مني حبه ليمون. في عندكم حبه ليمون على الطاوله بخيالكم؟ دير بالكم استاذ طلاب صف رابع بدي اوزع لكم سكينه. دير بالكم على ايديكم. كل الطلاب لسه كل الاهل عم باخذوا مني سكينه. تخيلوا في سكينه حبه ليمون طاوله. وتفضلوا لو سمحتوا الكل بخياله اشروا حبه الليمون. ايوه يلا طلعوا على الطاوله. طلعوش على بعض تتنقليش عنه. حلو. اشروا حبه الليمون. خلصنا. زيحوا لي الاشي على جنب. زيحوا السكينه. ولكم خلوا السكينه شوي. قصوا لي حبه الليمون بالنص المقشره. وكل نص 4 شقف. العصير طالع منهن. حلو. بدي اعطي لكل واحد منكم صحن ملح. تفضلي. صحن ملح مش مملحه. صحن ملح. صحن كامل. ايوه. هلا الكل يمسك حبه ليمون يحطها بالملح ويكتر الملحات. كتروا الملح. كتروا الملح. كتروا. ارفعوا حبه الليمون هيك مع الملح. هيك وشوي شوي اربعوا عتونكم. شوي ستوب. خلص التمرين. شو صار عندكم هون؟ شو صار؟ نحكي بالعربي الفصحى. شو صار مع البزاقه؟ شو صار؟ طلعت نزلت. العقل الباطن حضر حاله قال لك مصيبه ليمون ملح. مره غلطت عملت التمرين هذا برمضان. قام واحد شيخ قال لي فطرتنا. وتمرين خيالي. احنا عم نعمل خيالي يا جماعه. تمرين بسيط. مش قاعد لحالي بالبيت. قاعه ملاني تعمل تمرين بسيط. العقل الباطن بيحضر الادوات اللي بدي يجابه فيها تمرين خيالي. تعالوا نعكسها شوي للعلم. طالب من صف رابع بيحكي لنفسه انا ناجح. انا رح اوصل لاهدافي. انا بيوم من الايام بدي اكون هيك. العقل اللاواعي بدي يعطيك الادوات. العقل اللاواعي مقتنع. بصير لما تقرا مقال تفهمه بسرعه لانه المقال بيخدم هدفك. بصير لما توقع بمشكله عقلك اللاواعي يعطيك حلول لانه بيخدم هدفك. لانه انت مقتنع انه انت انسان ناجح. هاي كيف تنعمل اذا مش بالقطاره؟ هاي كيف تنعمل اذا مش برابع وبخامس وبسادس وبسابع وبثامن وبتاسع؟ بتضلك تذكره انه هو ناجح. لانه الحياه مش بس نظريات. الحياه امرك بدك تذكره. امرك بده يعيد قناعاته. بيسالوني انت باشرف 12 سنه انت ما زهقتش بضلك تحكي عن النجاح. او واحد بيقول لي طلع اخذت عندك دوره بتجنن. اول شهرين غيرت حياتي. بعدين قلت له ايش وانت اخذت الدوره؟ قال لي عندك كنت انا قبل 5 سنين اسمي فلان الفلاني. قلت له ولا ومن يوميتها تركت الموضوع. بتقراش كتب؟ بتحضرش برامج؟ قلت له شو بتتحمم مره واحده لاخر الشهر؟ مش بنفوت كل يوم من الحمام؟ مش الحمام بحاجه نفوت كمان مره. خذ كمان جرعه وكمان هون. وكمان بصف خامس بدنا اياها نحضر لنا مقابلات العمل. من صف خامس بيعمل ما يسمى تبادل ادوار باللغه العبريه سيمولاتسيا. كيف كنت بتجاوب على سؤال من هالشكل. وبصف سادس بدنا اياها للطفل كمان. وبدنا اياها بتوقف بصف سادس تعمل ريفيرات قدام مجموعه. تقدم وظيفه تحضر لها هي. تعمل الباوربوينت تبعها. وتجيب التفكير الابداعي تبعها. كيف ممكن تمرق هذا الدرس بطريقه ابداعيه. عشان الطفل هذا لما يوصل على صف 12 او بعدين يوصل على الجامعه يقولوا له قدم وظيفه. شو بالنسبه له؟ عاملها بصف سادس. ما يسمى باللغه العبريه مسحاكي لديم. ترتيب مشمع بقى الحالي. مرقتها وانا صغير. بالنسبه لي هذا شيء هوين. تعالوا لكم شو تفكير ابداعي. بدي الطلاب كمان لانه انا حكيت كمان مره. عم بحاول كل وقت اهل بس بدي كمان الطلاب. بدي احكي لكم هالقصه بحكيها لكل الطلاب. في عندنا شخص طبعا قصه واقعيه. لما بدي احكي قصه خياليه رح اقول لكم. في عندنا شخص يا جماعه انتبهوا منيح قديش كان عمره. كان بالصف العاشر بألمانيا. القصة صف 10 بألمانيا. أخذ وظيفة بدرس الفيزياء. هي الوظيفة كيف بنحسب طول عمارة بواسطة جهاز البارومتر. للي بيعرفش شو البارومتر، جهاز لفحص الضغط الهوائي. جهاز صغير بيشبه الساعة بفحص ضغط الهواء. وبعدين الأستاذ قال لي تعرفوا شو؟ امتحان هذا، هي مش بس مجرد وظيفة. تعرفوا شو هذا الطالب جاوب؟ هذا جواب الطالب صف 10.
هي الجواب. طول عمارة بواسطة جهاز البارومتر. إياته البارومتر. قالت بسيطة، لقيتها. بجيب حبل طويل 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 طويل، بربط البارومتر بالحبل، بوقف على سطح العمارة وبنزل شوي 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 لحد ما البارومتر يخبط بالأرض. بعلم، برفع، بقيس، بعرف طول العمارة بواسطة جهاز البارومتر. فيش حاجة أقول لكم شو كان جواب الأستاذ، بفرجيكم بس الحركة اللي عملها بوجهه لما قرأ الجواب. صفر أخذ، صفر أعطاه. معلم الفيزياء طبعا، صفر على هيك جواب. بالصدفة الولد ما خباش الامتحان، راح عند أهله قال انطلعوا. ليه؟ الأم ما عرفتش شو تسوي، قلت تعال نروح بكره على المدرسة. المديرة كانت متفهمة، حكت الأم مع طولها بس الولد جاوب يعني، ما كمان جواب. طلعت هيك المديرة، نادت الأستاذ، قال لها بتعرف المديرة بتقول تعرف شو؟ بدالك صرت جايب أمك، جاوب لسه كمان مرة. خلص بس وحياتك جو حبل ومش حبل. انضغط هيك الولد بس طوالي مسك حاله بجاوب. بتكونش بطريقة الإحبال صح؟ بدكم شيء أكثر علمي يعني؟ قالوا له قال له خلص بسيطة. فيثاغورس ونظرية تطابق المثلثات A تربيع زائد B تربيع يساوي C تربيع، لسه بحل لكم إياها. الأستاذ على المحل حضر حاله. تفضل جاوب. تعرفوا لغة الجسد؟ تفضل غرد. قال لي إنه هو إياها العمارة صح؟ بستنى تيجي الشمس على العمارة. إياها الشمس. لما بتيجي الشمس على العمارة بتعمل خيال. فأنا بقيس الخيال هذا على الأرض، ما هو موجود معي المعطيات بقيسها. وبجيب البارومتر كمان بحطه هون، بستنى تيجي الشمس راح تعمل خيال. طبعا البارومتر معي طوله، معي هون كل المعطيات تبعت هذا، بعرف قديش طول اللي هي العمارة. المدير الأستاذ تفضلي يا عمي، فيزياء فيزياء فيزياء، أنا إيش بسوي بالصف؟ خلص روي أستاذ. لقيت الجواب. بجيب سلم عالي 10 امتورة، بطلع على ظهر العمارة، بمسك البارومتر بسته، بقيس بالضبط قديش أخذ لي من أول السلم لآخره. وقت بعمل نفس العملية على الأرض، بجيب السلم بمسك البارومتر بزته. بما هو كل ما طلعنا لفوق أكثر الجاذبية بتقل حسب قانون الجاذبية. الفرق البسيط بين العملية على الأرض والعملية على سطح العمارة بقدر أحسب طول العمارة. طلع على الأستاذ، طلع على المدير، اثنين واقفين هيك. يا بنتي هذا الأم لسه بركي تشوفي للولد إطار يعني بركي مش ملائم، يعني مش عارفين كيف، بركي شلوف، بركي مش عارفين شو يحكوا. قال الولد تعرفوا شو؟ خلص عاد فلتوا. بس قبل ما اروح عم بقول لكم ليش مغلبين حالكم؟ ما كل العماره عالي، في الشخص المسؤول عليها بنسميه احنا اف بايت، هذا بكون ساكن بالطابق الاول، بروح بدق عنده على الباب، مرحبا عمو، تاخذ البارومتر هذا هديه وتقول لي قديش طول العماره؟ رفشوه نفس اليوم، اخذ صفر. الولد هذا طلع من المدرسة بعد كم من شهر على شغلات مشابهة، نعرفش كم من وحدة سوا، نعرف إن بعد كم من شهر انطرد من المدرسة. صدقوني ولا واحد بيعرف اسم المديري ولا واحد بيعرف اسم الأستاذ، بس نعرف اسم الطالب، اسمه ألبرت أينشتاين، أكبر عبقري بتاريخ البشرية. ألبرت أينشتاين، هذا تفكير مغاير، ادرسوا عن ألبرت أينشتاين. طرد من المدرسة بصف 10. مش عم نشجع الطلاب لأنه بوقتها كان ما يفهموش عن تفكير إبداعي. اليوم المدارس بالعكس بتدعم. المدارس اليوم فاتحة الأبواب، تعالوا يا عمي فكر بشكل مختلف، اعرف حل المشكلة. إذا بيجي واحد يقول طب كيف نطبقها هاي؟ كيف نطبقها؟ طب حلو، هي أصعب شيء. هي أصعب شيء. بس هذا كمان اللي بيخلي الولد يستسلم. بدي يطبقها الولد لما يجي يحل بكرة مشكلة. في كلب ضاع بالغابة. الكلب هذا ضاع بالغابة، هاي قصة طبعا خيالية بس بتوضح شان تفكير إبداعي. ضاع يا حرام، مش فاهم الطريق، بتطلع فجأة وراه ولا نمر جوعان مستشرس،
جاي باتجاهه بده ياكله. بدي اسال الطلاب، اذا الكلب بيحاول يهرب مين اسرع؟ النمر. اذا الكلب بيحاول يطلع على شجره النمر بيوصل له ولا لا؟ الاثنين عند المشكله بالتسلق على الاشجار. ايش ما الكلب بيعمل النمر بيعمل. اذا بدي يخانقوا النمر اقوى. هاي قصه خنقته التعامل مع المشكله بادواتها. مش احنا هيك بنطخ بنروح بنطخ عليه بصرخ بنصرخ بالعلاقات الزوجيه، بعلي صوته بعلي صوتي، بتعرفوها هاي؟ هيك بصير. مع مش عارف بده اياه يفكر بطريقه ابداعيه. بتعرف شو عمل؟ شوفوا شو عمل. غابه هاي ملان عظام لحيوانات ميته، دار وجهه شاف عظم بصوت عالي خلى النمر يسمع، لحس العظمات وشو قال بصوت عالي؟ اطيب نمر اكلته اليوم. لما قال هاي الجمله بصوت عالي اطيب نمر اكلته اليوم، شو النمر فكر عن الكلب؟ انه بس شو قصته هذا شكله مفترس هرب خاف منه. هاي النقطه الاولى. مين قاعد فوق على الشجره؟ السعدان، معروف عنه فساد. سمع السعدان، سمع الكلب شو مخطط، ركض لعند النمر مسكه بعد كم من متر. وين رايح؟ وين تعال؟ قال له شو في؟ قال له ضحك عليك، ولك هو كان يخطط، عمل هيك انه خايف منك. النمر قال له ايش؟ قال له قال له اركب على ظهري افرجيك. ركب السعدان على ظهره، بلش يرجع في المديات وبلش يرجع باتجاه الكلب. هلا تخيلوا الكلب بعده مش متنفس الصعداء، بدير وجهه بلاقي كمان مره النمر جاي، السعدان على ظهره عم بتطلع على الكلب وعامل له هيك، عم بحضر حاله. هاي المره شو بده يقول؟ وقع بمشكله اكبر، دار وجهه كمان مره. واسمع شو قال بصوت عالي، تفكير ابداعي تطلع من مشكله. هي اللي قالوا وين السعدان؟ من ثلث ساعه بعته يجيب لي كمان نمر بعده مش جاي. قام النمر اكل السعدان وهرب. هاي بالحياه اليوميه بيجي واحد بيقول بس هاي اشرف، يعني مع كل الاحترام كلب سعدان معامله. شوفوا كيف نظريه تطبيق. ولكن لما نروح على معامله عمل لاحدى الشركات، هاي نشرتها في كتاب كن ذاتك، لاحدى اكبر الشركات في فرنسا، كان بدل شخص ينقبل عندنا للعمل لوظيفه واحده. الوظيفه بتتطلب تفكير ابداعي، كان تفكير ابداعي. بدنا واحد، كل واحد جاي مع سيره ذاتيه بتجنن. فكروا شو بدنا نعطيه السؤال عشان نختار واحد بالاخر 20. شوفوا شو كان السؤال، هي التطبيق العلمي. سالوه هذول الطلاب اللي عمرهم 18 سنه او عشان يكونوا متخرجين من الجامعه 25 سنه، سالوه كالتالي: انت جاي، يا السؤال، انت ماشي بسياره، سايق سياره تندر او اذا مش تندر برايفت، ورا محمل ملان، معك محل واحد فاضي، ماشي على الشارع الرئيسي عندنا بفرنسا، فجأة بتلمع على محطة باص، بتطلع في 3 أشخاص، دنيا ساقعة، برد، شتاء وعتمة، طقس ماطر جدا. بتشوف 3 أشخاص عم بيعملوا هيك، بدي منك تاخذهم. بتوقف السيارة وبتكتشف المشكلة. الأول دكتور كان منجي حياتك قبل أسبوع، دكتور نجي حياتك قبل أسبوع. الثاني امرأة عجوز سقعانة بردانة بدها حدا ياخذها. والثالثة أو الثالث شريكة حياتك، زوجتك، خطيبتك، صاحبتك أو العكس. مين بتاخذ؟ هذا كان السؤال. والمعطيات عندي نشرتها. 10 أشخاص قالوا بناخذ الامرأة العجوز. إنساني إلى آخره، بقدر كثير أستخلص عبر من اللي قال ناخذ الامرأة العجوز. في 7 أشخاص قالوا بناخذ بصراحة شريكة حياتي، شو محلالي ولا تركها. 2 قالوا بناخذ الطبيب. ناخذ الطبيب، الامرأة العجوز. وهي الفعاليات كمان بنعلمها للأولاد. تعالوا جاوبوا، ايش مين تاخذ؟ مين تاخذي؟ يا جواب. في
صغير بعده وواحد كبير بالعمر قرب يموت والشاب كمان قرب يموت. قالوا له مين بدك تنقي؟ وقال أنا بنقي الشاب عشان علاقتي خاصة لا أنا انتبهوا منيح، شو اسمك؟ جميلة عملت شيء رائع. شوفوا شو عملت. بدنا نحكي علم. رفعت ايدها لتجاوب على السؤال. قالت لي هاي بتذكرني بقصة ثانية. والقصة الثانية بتقول 1 2 3 4. هاي كمان تفكير رائع. على فكرة كيف بيحلوا مشاكل نفسها؟ هاي من باريلان. لما طالب بكره بيحل مشكلة ببيته بصير يتذكر مشكلة شبيهة حلها. هاي كمان شغلات بتساعد. إذا تشوف الجواب اللي أخذوه أو عشان أكون صريح أكثر، الصبية اللي أخذوها. الصبية اللي أخذوها طلعوا شو قالت؟ طلعت من إطار المربع، من إطار السؤال. وشوفوا شو قالت. بنزل من السيارة بقول للدكتور يأخذ العجوز ويروحوا، وبقعد أنا وخطيبي على محطة الباص لحالي. هذا تفكير مختلف، يختلف، مش إنه الصح، إنه مختلف. هدول الناس بالآخر هن اللي بيبدعوا، هن اللي بيطوروا الشغلات، بدنا نساوي الشغلات اللي سواها غيرنا. اسمعوا المصطلح باللغة الإنجليزية. If you always do what you've always done, then you will always get what you've always got. إذا بتساوي دائما نفس الشغلات اللي بتساويها رح تحصل دائما على الشغلات اللي بتحصل عليها. إذا مجتمع دائما بفكر بنفس الطرق رح يوصل نفس المحلات اللي وصلنا دائما. بس إذا بتفكر بطرق مختلفة ستصل لنتائج مختلفة. فبدنا يعني نفكر بطريقة مختلفة.